بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويكون يوم سعيد عليكم، يوم رزق وسعادة وامن وامان وراحة بال، امين يا رب العالمين. ده أكل الجندوفلي. دي أكلة شهية جدا وبسيطة وغنية بالزنك، وحاجات البحرية عموما مفيدة جدا. يعني الناس بتاكل لحمة وفراخ وحاجات من دي طيور، بس الحاجات دي مهمة جدا. كده احنا حطينا أول حاجة، دي فتحت اهي، بدأ يفتح اهو، بدأ يعني هو لسه مبقاش كتير ليه. أول طريقة حطيناها بعد ما شطفناها كويس، حطيناها في مية ساقعة متلجة، نقعينها بمية ساقعة وشوية ملح صغيرين. هنشوفها بعد كده هتفتح وهوريها لكم. ده خلاص انا غسلته ونضفته، نقعته شويه. هو المفروض هتنقع ساعه في ميه متلجه، وهنحط عليه شويه ملح. انا استعجلت عليه، لقيت فيه فتح وفتح، بس كان فتح بايدي. يعني بقى اتحول معايا افتح بالايد او ادق عليه كده بحاجه بسيطه كان بيتفتح، عشان بس استعجلت عليه. ولازم نمسكه تحت الحنفيه ونشطف بالواحده كده، نغسله ونشطفه بالواحده بالواحده، هتلاقي لونه كتير قوي نزلت. هنا حطينا دلوقتي توم، وحطينا كمون وملح. هو ممكن تحطوا حاجات كتير، بس انا اعمله بابسط طريقه، ابسط طريقه الجندوفلي. مش هنقعد نعمل حكايه فتحه ونصب اهي، دي ابسط طريقه. صفيه كده واحطه في البار، بسم الله الرحمن الرحيم. دي ابسط طريقه للجندوفلي، مش هنعملها طبخه، هي حاجه كده سهله نبدا فتحه نفس، وهي علشان تتاكل كلنا مستفيدين يعني ده من الجسم. ناخد كتير من الحاجات البحريه على فكره حلوه قوي. يعني احنا مهما جبنا سمك مش زي الحاجات البحريه دي، الطحالب، بلح البحر، جندوفلي، الخلول، بس ما كلش انواع صراحه. الخلول كنا بناكلها كده زمان، بتبقى في الشوارع على طول، قدام المدارس، قدام المصالح الحكوميه، كانت على طول راجل بقصه كده وعمال بيبيعها، كانوا بيشترك من ازازه زي اللب وزي الترمس. دلوقتي والله انا بلاقيها، انا بقول للراجل اللي يلاقي يا جماعه ممكن يجيبها لي، انا اصلا بحبها جدا. فيا دوب البنت في الاكل بتاع السودا البجري واضح دلوقتي هو ليه مواسم، مش دايما بيبقى موجود، ليه مواسم. فالموسم بتاعه واضح ده، مش عارفه بصراحه امتى، بس لقيته فيه، لقيت فيه جابت لي شبكه على اساس الشبكه دي اصلا نص كيلو مش كيلو. جابت لي شبكه على اساس انها ده اللي انا عايزاه ولا لا. يكون جميل زي الفل، نتسلى ونأكل كده ونعوض الزنك النقص اللي في جسمنا، ومش كتير سهل غالي في كل مكان هيختلف. والحاجات البحريه بس مشهور بالزيت اللي بتعملها، والاماكن اللي فيها الساحليه يبقى ارخص. يمكن احنا هنا في القاهره اكتر يعني غالي علينا شويه، لكن في الاماكن الساحليه ارخص بكتير. احنا ممكن في كذا طريقه، يعني انا عملت ابسط طريقه، الثوم ملح وكمون وخلاص على كده. انا اللي هضيف له بس ليه هضيف له حاجه بسيطه صغيره بس، هو غير دلوقتي. بس في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتحط له بصل، وبتحط له ثوم، وبتحط له خضره، بقدونس وشبت ومش عارف ايه حاجات كده، لا العمال بتاعت محشي، وفي حته الزرع. بص كل واحد كل شيخ له طريقه زي ما بيقولوا. انا بس اخد الحاجه السهله عشان ما يعني اي حد باي سهوله يدخل يعملها. بنوته حلوه كده، روحي يا حبيبتي اعملي لها بيت منها، ماما وراها اكل، واحده من خلص اكلها جايه من بره عايزه تعمل حاجه مش عايزه وقت، وهي جايه تغسلهم اول وجايه من شغل من مكان من السوق تجيبهم اول تغسلهم، وباقل حاجه عندها في البيت تعملها شويه وكم فص فوق وشويه ملح وخل وكمون وخلاص على كده خلص. اي حاجه موجوده في البيت هتحطها عليه. هو مش اساسي، الاساس بتاعه هو المشي، نسويه بنمشي الزفاره. هو الزفاره بتمشي بالطول، وهنعمل عليه حاجه ثانيه هوريها لكم دلوقتي بعد ما نخلص، بس دي في التقديم هوريها لكم برضه. احنا دلوقتي بنقعد نشوح فيه لغايه لما نحس ان هو بياخد كتير، بياخد ربع ساعه 10 دقايق بيكون استوى. بس احنا هنقعد برضه عشان نضمن ان هو قدام ربنا ان هو استوى كويس. في طريقتين ممكن نحط بعد ما نرمي الحاجات دي،
نحط ميه ونعمل شوربه منه حلوه قوي الشوربه بتاعته جميله، ونصفيه وناخد دهن عايز ازود معجون، والشوربه برضه تشتري كل واحده تاخد شويه كده حلوه جدا. وفي اللي ممكن يتاكل كده زي ما هو كده على المستوي ويتاكل وخلاص مع شويه الصوص اللي طالعين منه دول وخلاص على كده. يعني كل شيء له طريقه، كل اي حد ممكن يعمل اي حاجه، مش قران، هي مش لازم اللي بالظبط تعمل زي لا ملوش طريقه معينه. بسم الله ما شاء الله حلو. هو اساس الثوم، الثوم وشويه زيت، اي زيت عادي، شويه زيت حلوين، زيت عادي مفيش مشكله منه، وشويه ملح وخلاص على كده. ايه اللي دلوقتي انا هعمل ايه تاني بقى؟ انا بص في الفريزر بقيت عندي شويه فلفل، يعني لسه ما عنديش، ما قلتلكش حاجه معايا، بص في الفريزر لقيت عندي شويه فلفل مقطع جاهز. ده فلفل اخضر الوان، هو مش اساسي انا احط حاجه دلوقتي، هو الاساسي بس اللي هو الخطوه الاولى الثوم ملح وكمون بس، لان احنا عارفين الحاجات السمك بياكل كمون، هذه الحاجات البحريه بتاكل كمون، الملح والكمون هتبقى كده. هنعلي الشعله ونسيب برضه شويه يغلي. ايه الخطوه الثانيه بقى؟ انا هعمل ايه؟ انا هحط له شويه ميه مغليه، ميه سخنه احطهم عليه عشان اخد منه شويه شوربه. بصراحه الشوربه بتاعته حلوه، هعملها وما يجهز هوريهولكم دلوقتي. هحط بس ميه مغليه، ميه سخنه عليه بس. خليكم معايا، هجيلكم شويه صغيره وهوريكم كده. حطينا عليها ميه سخنه وغليناها شويه وظبطنا ملحها كده، بقى في شوربه وازازه. احنا ممكن نستغنى عن الشوربه، بس الشوربه بصراحه حلوه طعمها جميل، خساره نجيبه وما نستفدش بالشوربه بتاعته. بس في ملحوظه يا حبايبي خدوا بالكم منها، ما تستعجلوش بحط الملح، لازم تدوقوا الاول قبل ما تحطوا ملح عشان ما يملحش منكم من الطبخه، ما تبصي بشويه ملح زياده. يعني حذروا في الملح، لان الحاجات دي بالهداوه كده، تشوفوا الملح بتاعها الاول وبعدين تحطوا لها ملح وكمان. هصبها وهوريها لكم يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، احنا كده عملنا الجندوفلي، اسهل طريقه وعمليه وموفره. مش هقعد اجيب، لا استنى بقى اما اجيب باقي الحاجات، بقدونس وخضره والكلام من ده. هو اساسه الثوم وشويه ملح وشويه كمون. عندي شويه فلفل مركونين في الفريزر، خير وبركه في الثلاجه ماشي. ده كده بقى الشوربه جميله جدا. كمان في حاجه لازم نعملها، ما نعصرش الليمون وهو على النار، لان طعمه هيغير، هيبقى مش حلو. وغير كده الليمون ما يتحطش الا واحنا بناكل فيه، يعني احنا خلاص هناخد الطبق ده نتسلى ونقزقز فيه، خلاص ناخد كده الليمون ونعصر. يعني احنا هناكل خلاص هنعصر، مش هناكل دلوقتي يبقى ما نعصرش الليمون عليه. الشوربه شرحه وقت ما نحب نشربها نحط شويه في كوبايه ولا حاجه، ونحط عليهم عصره نص ليمونه، اقل من نص ليمونه حسب اللي بيشرب يعني مزاجه ايه. كده اسهل طريقه واوفر طريقه للجندوفلي، عشان اللي ما شافش ما دقهوش يجرب ويعمله ويدوق. جميل جدا وفي غذاء جميل جدا. اعملوا بحث عن الجندوفلي، في زنك نسبه عاليه جدا، يعني لو كل كام شهر كده كلنا مره جندوفلي هندي جسمنا احتياجاته من الزنك وحاجات تانية كتير. مش عايزه اطول عليكم يا حبايبي، دي طريقتنا النهارده الجندوفلي بالشوربه. ممكن نعمله من غير شوربه، بس انا بصراحه الشوربه خساره نسيبها. يلا حبايبي، بالهنا والشفا لكل اللي يعمل اكل حلوه بقى، صحه وبقى يعني صحه وعافيه على بدنه، على بدنكم كلكم حبايبي. النهارده طريقتنا الجندوفلي اسهل طريقه وارخص طريقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين غانمين، امين يا رب.